ايه الفرق ما بين لاعب كمال الاجسام ولاعب الباور ليفتر؟ تعال نشوف. في الفتره الاخيره حصل ضجه كبيره على السوشيال ميديا بسبب لاعب الباور ليفتر اللي اسمه اناتولي، واللي اللاعب ده كان بيعمله انه كان بيدخل الجيم ويلبس زي عامل نظافه ويدخل يشيل الاوزان بتاعه لاعيبه البادي بيلد، وناس كتير كانت مستغربه ازاي لاعب بالحجم ده يقدر يشيل اوزان تقيله زي دي. طب يا ترى ايه السبب؟ خليني اقول لك ان الموضوع هنا بيرجع لطبيعه الاختلاف ما بين الرياضتين. يعني مثلا لاعب الباور ليفتر هدفه الاساسي ان يقدر يشيل اتقل وزن ممكن ومش مهم يجيب بيه عدات كتير، لذلك هتلاقي معظم تدريباته ما بين العده ل5 عدات. كمان بيتمرن على تدريبات القوه الانفجاريه اللي هي بتكون عباره عن خليط ما بين القوه والسرعه مع بعض، على عكس لاعب كمال الاجسام اللي بيكون هدفه الاساسي ان يوصل للهايبرتروفي او الضخامه العضليه، وتركيزه اكتر انه يوصل للفشل العضلي. لذلك هتلاقي معظم تدريبات البادي بيلدينج من 8 ل 12 عده، وبتكون الاوزان متوسطه، مش شرط ان هو يشيل اقصى وزن ممكن. طب رغم ان لاعب البادي بيلدينج عنده كتله عضليه كبيره، لكن عضلاته مش متعوده على النوع ده من التدريب. وفي النهايه ما نقدرش نقول مين احسن، لان كل رياضه بتختلف عن الثانيه وبيكون ليها اهداف وصفات بدنيه مختلفه.